بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا متابعيني الكرام، متابعين قناة لحظات من حياتنا. وحشتونا. النهاردة هناخدكم في جولة في أثر من آثار مصر، مصر الجديدة. هو هنزور مع بعض قصر البارون، وهعرفكم هو ليه اسمه قصر البارون ومين اللي بناه، ويلا بينا. متابعيني الأعزاء، طبعا شايفين معايا شكل القصر ومدى فخامته ووجهته. بصراحة صرح عريق مبني بدقة وشياكة وفخامة. هعرفكم دلوقتي على قصر البارون إمبان. هذا القصر بناه البارون البلجيكي إدوار لويس جوزيف إمبان، مؤسس حي مصر الجديدة. يلا مع بعض نتفرج ونرجع تاني. شايفين المنظر، شايفين الفخامة وعلو المباني. ده غير كمان النقوشات. بسم الله. ده غير كمان النقوشات اللي هي باينة واضحة قوي في القصر. القصر قعدوا يبنوه حوالي 5 سنوات، من سنة 1906 إلى سنة 1911. طبعا قلنا في الأول إن بناه البارون البلجيكي إدوار لويس جوزيف إمبان، وهو طبعا مؤسس حي مصر الجديدة. بس المهندس المعماري للقصر ده مهندس معماري فرنسي اسمه ألكسندر مارسيل. مساحة القصر أسيبكم شوية ونرجع وأقول لكم مساحة القصر كام. شايفين ده حي مصر الجديدة بمبانيه الجميلة الشياكة. أصلا قصر البارون في مكان غاية في الشياكة. مصر الجديدة بعراقتها وجمالها وجمال المباني والعمارات الشيك قوي دي اللي بتحاوط القصر من جنابه من كل نواحي. يعني مساحة القصر أعزائي حوالي 12,000 متر ونص، 12,000 متر و500. وده أول قصر اتبنى في حي مصر الجديدة، يعني هو ده كان بداية مصر الجديدة. قصر البارون إمبان، البارون البلجيكي إدوارد لويس جوزيف إمبان، مؤسس حي مصر الجديدة. بصراحة يعني حاجة فوق الوصف، حاجة شياكة ومنظر رائع. مصر جميلة فعلا. اتفرجوا معانا يلا ونشوف جمال القصر والمباني والحدائق اللي بتحيطه والمناظر الجميلة اللي حوالين القصر. قصر البارون. طبعا القصر ده قعد مهجور سنين سنين سنين، ونفتكر مواضيع زمان والحفلات اللي كانوا بيعملوها فيها حاجات كده، وبعد كده أعادوا افتتاحه تاني بالمنظر الشيق الجميل دوا، وابتدت الناس تروح تزوره، وابتدت الرحلات وفعلا هو بيدخل برضو دخل، لأن الدخول فيه مش مجانا، فطبعا ده دخل برضو للسياحة في مصر. بص المنظر رائع ازاي، واللون هما طبعا أعادوا دهانه باللون ده، وهو ما كانش ده لونه في الأول، وهم لونوا اللون ده، فهو فعلا لون جميل قوي. قصر البارون
فعلا احنا استمتعنا جدا بالزيارة دي، لان يعني حاجة حلوة في بلدك لما تبقى فيها الحاجات الجميلة دي، تبقى انت مفتخر، بتحس كده ان انت في تفاخر فيك، بلدنا وفيها الحاجات الجميلة دي. يعني احنا فعلا مميزين. يعني المرة اللي فاتت او الفيديو اللي فات كان شارع المعز وجماله، وقلنا فعلا ان احنا بنتشرف وبنتباهى ان مصر فيها العراقة دي. وبرضو النهاردة في قصر البارون احنا برضو بنتفاخر وبنتباهى ان احنا عندنا الجمال دوا، وان كل العالم بييجوا يزوروا وبيتفرجوا على العراقة والجمال ده في بلدنا مصر. طبعا يعني القصر البارون لما الناس بتيجي بتدخل على مجموعات، ما بيخشوش كلهم مرة واحدة. فطبعا في اجراءات امنية جامدة قوي على باب القصر، فبيخشوا مجموعات حتى لو رحلة والرحلة دي فيها ناس مرتبطة ببعض، لا مش كلهم بيدخلوا مع بعض، ده بيدخلوا مثلا 5 أو 10 مجموعة، حتى تحسي برضو ان المكان مش مزدحم وان في مساحة. بلدنا جميلة فعلا، لازم نحافظ عليها. شوية وهندخل قصر البارون من الداخل، وهنتعرف على محتويات القصر من جوه ايه. انا سعيدة جدا وانا بشرح لكم قصر البارون وبعرفكم عليه، لان في ناس كتير ما تعرفش قصر البارون، وفي ناس نفسها تزور، وفي ناس زي ما انا برضو في حاجات كتير لسه في مصر ما شفتهاش، ممكن غيري يكون شافها وانا لسه ما شفتهاش. فاللي يشوف حاجة يعرفها للتاني ونتعرف على بلدنا الجميلة. وانا دايما معاهدة اني لما بروح مكان مميز في مصر لازم بحب انزل فيديو واعرف العالم كله على جماله. اي مكان سياحي في مصر جميل الواحد بيتشرف بيه. يا ريت كل العرب وكل العالم ييجوا يزوروا ويشوفوا الاماكن الجميله اللي احنا بنتشرف بيها في مصر. المكان ده جميل جدا، بدعوكم ان انتوا فعلا تيجوا تزوروه. مكان جميل قوي وعريق، وفي اشكال جميله قوي، وفي النقوشات والزخارف اللي على جدران القصر حاجات فعلا يعني حاجات عظيمه قوي. ان اللي عملها ابدع فيها، والمهندس اللي صمم البيت ده مهندس رائع، لان التصميمات رائعه بتاعت البيت فعلا جميل قوي. انا فرحانه قوي ان انا زرت قصر البارون. يلا مع بعض نكمل جولتنا في قصر البارون بمصر الجديده. بجد روعه قوي قصر البارون، جميل جدا. أعزائي المتابعين، بتمنى كل اللي تعجبه قناتي يعمل اشتراك، ويا ريت ما ينساش اللايك. مصر جميلة. إلى اللقاء، لحظات من حياتنا. دلوقتي دخلنا قصر البارون من جوه، ودي تعريفات للقصر مكتوبة طبعا باللغة العربية، وفي جزء مترجم باللغة الإنجليزية. طبعا من جوه برضو النجف والديكورات والأخشاب اللي جوه حاجة كده يعني جودة أو حاجة عريقة، والنقش على الخشب يعني بيتميز بالدقة، حاجة دقيقة جدا.
شايفين؟ ودي دفاية من الرخام. طبعا هو كذا دور، حوالي 3 أدوار. طبعا الأمن بيوجه الناس إن ما تتزحمش، ما يبقاش فيه تزاحم، ويطلعوا مجموعات عشان ما يحصلش تصادم، والناس ممكن تقع من على السلم، يعني السلم ضيق. ده فوق في الدور التاني. طلعنا برضو. طبعا المناظر فوق برضو شكلها جميل قوي. حاجة آخر عظمة بصراحة. شايفين المباني بتاعت مصر الجديدة جميلة ازاي؟ شايفين العماير آخر شياكة بصراحة يعني. يا مامي مناظر رائعة في الحي ده. بصوا الخشب والتفريغات اللي فيه. ايه رأيكم؟ بجد جميل فعلا. ده رأيي. طب انتوا بقى رأيكم ايه؟ ان شاء الله برضو اكيد رأيكم زي ان مصر جميلة فعلا. حبيبي عايزين صور. نزلنا تاني عشان نودع القصر، وبناخد له صور من بعيد. أعزائي ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك، ويبقى كتر خيركم. سلام في جولات تانية تعجبكم بإذن الله. لحظات من حياتنا. تعالي نجيب المية. بس حبيبة جميلة، بيوت جميلة جميلة، بيوت روعة. نعم. هو ايه؟ هنتفرج. تعالى نصور صورة معايا بس. بصوا احنا عايزين صور. كل البيوت. احنا نصور برضه صورة جماعية. اتفضلي يا استاذ. بس ستوب. اتفضلي يا فندم. هيطلعوا وراكم عشان اتفضلي. دخلت